السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال 15. معانا جرعة النهارده الفلاجيموكس الكوليستيريديا، وبعده بروبيوتيك واحماض امينية. ليه بروبيوتيك؟ هيموت البروبيوتيك من المضاد الحيوي. ايوه هيموت البروبيوتيك من المضاد الحيوي، بس في انضباط هضم، في رفع مناعة. الاحماض الامينية رفع وزن، رفع مناعة، فيها فيتامينات. فانا بستخدمه لاجل المناعه مش لاجل البروبيوتيك. طيب ان شاء الله باذن الله اليوم ال 16 هستخدم اول 12 ساعه الفلاجيموكس اللي هو بتاع الكوليستيريديا، وتاني 12 ساعه مش هحط بروبيوتيك، لا هدي ميه بيضاء. عشان ال 17 ان شاء الله هحصن، هدي تحصينة الليسوتا هديها في اليوم ال 17 عشان انا بعجل لان مش عايز ادي مضاد حيوي في العمر الكبير. فاحتمال باذن الله يعني ادي سنه الميكوزين 3 ايام، لان انا وانا بمر طبعا دماغي تبقى كده لمحت كتكوتين او 3 بيعطسوا. طيب من كتكوتين او 3 بيعطسوا هتدي لهم تلميكوزين؟ لا مش من كتكوتين او 3، عشان الطشمه او البرد معروف ان هو معدي. فعلى ما العدوى تنتقل للكتاكيت لو خدت 10 ايام هتكون عدت القطيع بالكامل في عمر كبير، فمش هينفع انزل مضاد حيوي. عشان كده انا قررت ان شاء الله ادي اللاسوتا في العمر ال 17. اريح بقى ال 17 كله ميه بيضه وقبله ميه بيضه. احنا عندنا الجدول ده اغلبيته ميه بيضه فعشان هدي ال 18 وال 19 وال 20 تلميكوزين مع فوسفومايسين 8 ساعات، هدي مضاد سموم 8 ساعات، هدي غسيل كلى ومنشط كبد 8 ساعات. طب يا ابو انس برنامج الاصدام هتوقفه؟ لا، هدي مضاد حيوي 8 ساعات، هدي اللهم صل على محمد الغسيل الكلى ومنشط الكبد اللهم صل على محمد. هقسم بقى ال 16 التانيين، يعني مثلا هخلي 6، هدي 5 ساعات غسيل كلى، 5 ساعات مضاد سموم، 6 ساعات اصدام. يبقى انا استفدت بالمضاد الحيوي معوي وتنفسي، استفدت بغسيل كلى ومنشط كبد، استفدت بمضاد سموم 3 ايام. اصبح كده معايا من اول 21 لحد اخر الدوره ميه بيضه. هندلع بقى في ال 10 ايام دول الكتكوت، ندي سقوه 12 ساعه بروبيوتيك نص سنتي و12 ميه بيضه، سقوه احماض امينيه و12 ميه بيضه، الاتنين مع بعض و12 ميه بيضه لحد اخر الدوره. اصبح كده في يمكن 5 ايام تاني ولا 6 او 7 ايام كمان في الدوره ميه بيضه. ده بيفرق معاك في طعم الفرخ في الاخر، بيفرق معاك في مناعه الفرخ، بيفرق معاك في اللهم صل على محمد في حيويه الفرخ. انا بشوف ناس ماسكه الفرخه على اليوتيوب تقول لك فراخنا يا جماعه، فراخنا الله اكبر والفرخ في عمر 32 كيلو ونص مفيش وزن، هو طالع بالبق بس كده الله اكبر فراخنا يا جماعه، وتلاقي حاشر 5 ايام مضاد حيوي و5 تاني زيهم و3 سم مش عارف بروبيوتيك و2 سم غسيل كلى ومنشط كبد وسنتي ونص مضاد مفيش الا يومين بس في الدوره عنده ميه بيضه. انا عايز بس اوضح حاجه للمربي او المشاهد او الناس اللي بتاكل او المربي عموما. يعني الفرخ اللي بياخد ادويه كتير ده في اقل هزه انت قطاع كله الضرر في داهيه. وناس كتير حصل معاها كده، ناس كتير ماشيه على البروتوكول ده حصل معاها كده، وناس بتقاضيه الوقت اللي طالب منه مظلمه واللي طالب منه مش عارف ايه. هو كل اللي بيعمله بيفضل يخرج عن سياق الموضوع، افهم بس يا حبيب قلبي ايه مش عارف ايه، ويفضل عمال يلون في الكلام كده عشان اللي بيكلمه ينسى اصلا هو بيتكلم في ايه. يا ناس والله ناس كتير دخلت كلمتني اليومين دول، اللي يقول لي مش عارف اخد معاه حق ولا باطل، واللي يقول لي الواد ميكانيكي كلام، واللي يقول لي الواد بيزوق في الكلام وبيلعب بالكلام لعب، ولدرجه انه بيفضل يزن ويرغي في المكالمه بالساعتين لحد ما ننسى ان احنا بنتكلم فيها اصلا. واللي يقول لي بيقنعني ان انا غلطان مع اني مش غلطان، بعد ما بقفل معاه المكالمه اقول يا ده انا نسيت اقول كذا ونسيت اقول كذا. عارف ليه بتنسى؟ لان انت عمال تجادل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انا زعيم ببيت في الجنه لمن نهى الجدال وان كنت على حق. فهو عمال يجادل معاك انت لدرجه انك بتنسى ان انت بتتكلم في ايه اصلا. هو قاله طويل، هو ده شغله، يزن 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 ويخش معاك في جدال لحد ما يستنزفك، في الاخر تطلع من الجدال انت اللي خسران وتعترف كمان بغلط.
فاي حد يقول لك حط 4 سم و3 سم دواء، قول له حطهم في طيبه قلبك، ما تحطش الكميات العبيطه دي. انا بستخدم نص سنتي من البروبيوتيك انابوليك بوستر ده، يعني نص سنتي، وارخص من اللي هو بيحكي فيه. اهو نوري الناس تاني اهو، انابوليك بوستر ارخص من البروبيوتيك بتاعه اللي هو اصلا مش بروبيوتيك، ده ميه فول، ارخص منه بكتير. وبحط نص سنتي وتلاقي ما شاء الله الله اكبر الفرخ اكلتي يعني. والميه تلاقي صاحب الميه عبيط، الله اكبر احنا سابقين الجدول بتاعنا بثلاث ايام. ده المتوسط مش فرخه، لا ده المتوسط بنص سنتي. طب والاحماض الامينيه ب2 سنتي. طب انت مزود جرات يا ابو انس؟ لا والله الشركه اللي كاتبه كده على العروض، انا مش جايب حاجه من عندي. طب بتستخدم ايه تاني يا ابو انس؟ بس ما عنديش اي حاجه تانيه بستخدمها. مضاد السموم بستخدمه مرتين في الدوره، مره من عمر 8 و9 و10، ومفروض 18 و19 و20، بس انا هغير ميعاده المره دي. لا ولا هستخدمه في نفس الميعاد زي ما قلت لكم كده. فانا بستخدم الله اكبر بالنص سنتي، وباقي الميه ميه بيضه، باقي الدوره ميه بيضه. طب بتحقق اوزان يا ابو انس؟ سيبك بقى من اللي هقوله بلساني، سيبك من ان انا امسك لك فرخ كده واقول لك بص الله اكبر فراوله وعجالي عمر 15 يوم انا مش عارف ايه، ويفضل ماسك لك الفرخه ويمسكها بايده الاثنين كده عشان يعرفك ان هي ما شاء الله بقى فرخه. يا نمس. انا بقى مش هقول لك فراخ وزن كام، انا اخر الدوره وانا ببيع للتاجر. طبعا هعرفك ازاي تبيع للتاجر عشان ما يتنصبش عليك، عشان اعرفك ايه الاعيب النصب اللي بتحصل في الميزانه. هفهمك النقطه دي وانا ببيع، وهوريك متوسط الوزن بتاع العدد. انا منزل الحمد لله 150، ذبحت 3 لحد الان ما عنديش نافع. اخر الدوره العدد هنحطه في القفاص، الميزانه تكون قدام عينك، هنقسم متوسط الوزن واحنا مع بعض. هو ما يقدرش يعمل كده لانه بقول لك انا بطلع بمتوسط وزن 2 كيلو ونص. رهان وتحدي ان طلع بالمتوسط وزن ده على الكاميرا كده قدام الناس. اهو يا جماعه انا عندي 500 فرخ والوزن بتاعي متوسط طن، ما عنديش ولا، ما بقول لك ما بيحصلوش عنده نافع ولا واحد بقى كله. اهو 1500 فرخ بمتوسط وزن 2 كيلو، عندي 2 ونص، عندي 2 طن ونص. انا عايزه يطلع كده يقول كده، يعني يطلع يقول انا عندي 500 فرخ في 2 كيلو بطن و250 كيلو تقريبا. طن وربع. فانا عايزه يطلع على الميزان كده زي ما انا هعمل. انا معاكم في الدوره دي ايه، وان شاء الله اخر الدوره هوريكم الميه البيضاء اللي بتحقق اوزان اكتر، ولا ال4 سم في سم ونص مضاد حيوي، في 2 سم مش عارف احماض امينيه، في سم ويومين بس عنده ميه بيضاء. بقول لك كمان لو حصل مش عارف ايه حط يا نمس كده الادويه تخلص معاك بسرعه، وهتشتري ادويه تاني. بدل ما الفرخه كلف 10 جنيه هيكلف 20 جنيه. انا بقى اقول لك انا كلفت كام دواء. انت عارف اكتر حاجه بتكلف معايا في الدوره الميه البيضاء، هي دي اللي بتكلف ازازه بنص جنيه ل 20 لتر الكبير بجنيه، والله الوقت غليت كمان. فهوريكم ان شاء الله يعني الميه البيضاء اللي بتحقق اوزان ونص سنتي اي نوع بروبيوتيك. ان شاء الله الدوره الجايه باذن الله اشتغل معاكم ببروبيوتيك انا صانعه وهحقق اوزان برضه. هنشوف بقى الميه البيضاء والادويه القليله اللي بتعمل تحويل في الميزان، ولا حط مضاد حيوي بروبيوتيك احماض امينيه ما تديش الفرخ نفسه اكتم على نفس امه هنشوف مين اللي هيطلع اوزان اعلى. والله اكبر احنا عندنا الحيويه كمان، يعني مفيش اجهاد على الكتكوت، مفيش غباء على الفرخ. الله اكبر يوم 15 انا مش عايز اوزن عشان ما بيحسدش المال لاصحابي، انا بتفاجئ بصراحه في كل وزن. فان شاء الله هنشوف على الميزان. السلام عليكم. اتفضل. هنشوف على الميزان ان شاء الله الوزن، هنشوف على الميزان متوسط الوزن بالكامل. هوريكم بروتوكول انا عملته لنفسي، بروتوكول علاجي مدرستي اللي هي من غير ادويه، اكتريتها مضاد يا نمس، اكتريتها ميه بيضاء، اكتريه الدوره عندي ميه بيضاء. هوريكم كلفت الفرخ كام
واداني هو كام، سواء بقى كلفته علف كلفته دواء، وخدت منه متوسط لحم كام وخدت منه فلوس كام. ان شاء الله هعرض كل حاجه ان شاء الله باذن الله، ما عندناش سر. الدواء ما تفكرش ان النجاح ده بسبب البروبيوتيك اللي عندي، عشان ما يكونش بسوق المنتج. بالعكس الدوره الجايه ان شاء الله هشتغل معاكم ببروبيوتيك انا عامله في البيت، وهنحقق نفس الاوزان وهعرفكم الطريقه. طب انت عندك هس دواء وعايز يا باشا، عندك المنتج اسمه انابوليك بوستر من مالتي فارما، من مالتي فارما اللي عايز اشتغل بيه، ما عندناش سر. طب اجيبه ازاي يا ناس؟ انا ما ببيعوش، مش ببيع، ما ببيعش فرض في ازاز شفافه. انا بقول لك كلمه واحده بس، هتكتب على جوجل كروم مالتي فارما، هيظهر لك الموقع الرسمي بتاع الشركه، تاخد رقمهم ترن عليهم، تعرف اقرب مندوب ليك، عشان ما اديلكش المندوب اللي معايا وتقول ان المندوب اللي تبعي يعني او حد تبعي، زي ما هو ما عمل في الاول كده لك ده مندوب ومش عارف ايه، وفي الاخر طلعوا عصابه مع بعض. فانت ما تاخدش منه رقم، انت اكتب مالتي فارما وخد رن على الشركه، هتدلك على المندوب اللي يوزع لمنطقتك. عايز المندوب اللي معايا خش عندي الجروب 0100 720 2475، ادخل الجروب ابعت لي رساله ادخلك الجروب عندي. المندوب في الجروب، المندوب في معاملتك معاه، خش على الخاص، ما تقولش ان انت تبعي، خش على الخاص والمندوب معانا في الجروب. انا دخلته معانا الجروب ان شاء الله. اللهم صل على محمد. فاحنا ما عندناش سر، احنا عندنا علم وانتفع به. عايز البروبيوتيك اشتريه بنفسك. طب انا مالتي فارما بس؟ لا يا باشا، في تولكافيد، في شركه تولكافيد بتعمل بروبيوتيك قوي، في عائلات بكتيريا نافعه اكتر من ده. طب يا ابو انس، طب انت وارخص منه سعرا، طب انت ليه مش جايب البروبيوتيك اللي هو الارخص والاكتر في البكتيريا النافعه؟ قلت لك انا مش عايز البكتيريا النافعه المبالغ فيها، انا كده كده عندي المناعه كويسه، عندي الرعايه سليمه، عندي كل حاجه تمام، مش بجري ورا المناعه. انا جايب ده عشان فيه انزيمات هضم، البكتيريا اللي نافعه اللي فيه مساعداني 100%. طب الدوره الجايه هعمل منتج محل الصنع انا اللي هصنعه، هيبقى اقل من ده في البكتيريا النافعه، بس هيبقى بيديني اللي انا محتاجه. عارفين ايه الفرق بين الحاجه النظيفه والحاجه اللي هي مش اللي انا محتاجها والحاجه اللي هي ملهاش لازمه؟ اديكم مثال بسيط كده. دلوقتي مثلا انا بشتغل بعلف الايمان 8 جنيه، وغيري بيشتغل بعلف نيو هوب 8 2 جنيه. انا اخر الدوره عملت وزن 3 كيلو بالجنيه، وهو اخر الدوره عمل وزن 3 كيلو ب 2 جنيه. طب انهي اوفر وانهي احسن؟ انهي اوفر وانهي اقتصادي؟ الايمان. طب انهي جوده احلى؟ النيو هوب. فانا ما اجريش ورا الجوده، انا ليا نتيجه، انا عايز نتيجه. الجوده والحاجات دي كلها مش عايزك تهوس نفسك بيها. انا دلوقتي معايا منتج بروبيوتيك فيه مليون بكتيريا نافعه، حقق معايا اوزان ونص. هل لما احط منتج فيه 2 مليون بكتيريا نافعه هيديني 3 كيلو ونص، هيديني وزن زياده؟ هو اللي انا عايزه هم المليون، هو اللي انا عايزه الخميره، اللاكتوباسيلس، اللبن القاطع، ميه المخلل. روح عند اي سوبر ماركت قول له عايز ميه مخلل وهاتها وحطها في الميه، ده بروبيوتيك برضه. ميه الكرومب بروبيوتيك. انا مش محتاج اجيب منتج واو مليارات البكتيريا النافعه، انا مش عايز منهم غير مليون مثلا يعني. فانا اللي يخليني اجيب مثلا علف نيو هوب ب 2 جنيه، هو جودته احلى. الانابوليك بوستر جودته احلى من التولكافيد. طب انا ليه بقى التولكافيد فيه بكتيريا اعلى؟ طب انا ليه فضلت الانابوليك بوستر؟ عشان فيه انزيمات هضم. انا ليه فضلت علف الايمان عن نيو هوب؟ باخد هو نفس الوزن، ليه هدفع فلوس زياده في الاخر اخد نفس الوزن؟ انا مش باصص للجوده، هو انا هعمل بها ايه الجوده؟ على السموم الفطريه، العلف ما فيهوش سموم فطريه، انا بنزل سموم فطريه مرتين في الدوره بس. جاي بيجي من المصنع بتاريخ اليوم على عندي على طول، علف ممتاز جدا وكويس جدا. ايه اللي يخليني اروح اجيب علف برقم وفي الاخر اخد هم ال 2 كيلو ونص متوسط وزن؟ فما تجريش ورا الاسعار، ورا الجوده، ورا كلمه مستورد اللي اي حد بيصطادك بيها. تسمع كلمه مستورد تتفاجئ، هو ده اللي هيجيب معاه الخلاصه. يا عم انت عالج نفسك الاول، عالج فشلك الاول، ربي صح الاول، مش هتحتاج لكل العبط ده. انت مش محتاج منتج واو، مش محتاج منتج بروبيوتيك عالي، انت محتاج تربي صح. التربيه الصح والسليمه هي هو ده الشغل. فاي حد انت لو بتربي غلط، اي حد شكر لك في دواء مستورد في مش عارف ايه، ثانيه الا ثانيه هتعلق فشلك على الادويه اللي انت كنت بتستخدمها وتروح للدواء الجديد، ويرجع بسبب فشلك الدوره منك تبوظ، ترجع بقى تشكي لابو انس، يا ابو انس فلان الفلان باع لي الدواء برقم كذا وفي الاخر الدوره حصل كذا والكوكسيديا ضربتني ومش عارف ايه.
يا حبيب قلبي والله ما بيتداوى. الدواء اللي معانا يا عم هنقول ان هو احسن دواء في العالم، في ارخص منه بيجيب احسن منه نتائج. المدرسه بتقول لك حط مضاد حيوي كتير، دي قول له حطها في طيبه قلبك. هات لي دكتور بيقول العبط ده. انا عايز دكتور بيقول العبط ده، بيقول لك ادي 5 ايام مضاد حيوي 2 سم ونص او 2 سم. مفيش الكلام ده. دلوقتي الدكاتره، اغلبيه الدكاتره العلم الجديد، العلم الحديث، مش الناس القديمه. هو ممكن يجيب لك يستشهد لك بواحد في المجال يقول لك اهو شغال وانا مدرستي وانا شغال بمدرسته ومش عارف ايه. جايب لي واحد من زمان ايام 2000 و2000 الا 100 يقول لك مهندس فلان وشغال انت جايب له مهندس قديم، مدرسه قديمه. احنا في العلم الحديث دلوقتي، احنا في 2025 الدنيا اتطورت. كل الدكاتره دلوقتي والمهندسين بيقول لك تركيز الدوره على ميه بيضاء. تيجي تروح لاي دكتور بيطري يقول لك هو الدواء الاستقبال عشان هو مش ضامن الكتكوت جاي منين، وما تديش اي حاجه ثانيه غير لو حصل مرض عالج. ليه ما بيقولكش خد بروبيوتيك مش عارف. الحاجات دي بتبقى نزاهه كده للمزارع والناس اللي عندها اعداد، واحنا الناس بننزه الكتكوت بتاعنا. هو الدوره تستقبل على مضاد حيوي عشان الكتكوت ما يكونش فيه مشاكل اميه، ما بتديش حاجه ثانيه خالص. لو حصل عندك مشكله بتعالج، ما حصلش ميه بيضاء طول الدوره، ميه بيضاء. فيتامينات، طب يا ابو انس والبتاع العالم فيه فيتامينات يا حبيب قلبي. اصل عايزين املاح معدنيه ومعادن ومش عارف ايه. الميه اللي بتشربها فيها معادن وفيها فيتامينات. الميه العاديه البيضه دي اللي ما فيهاش اي حاجه، الميه البيضه فيها فيتامينات وفيها معادن مش بنسبه كبيره بس بالنسبه اللي الكتكوت محتاجها اللي انت نفسك كانسان محتاجها. العلف فيه فيتامينات، فيه الف د 3 وفيه املاح معدنيه وفيه كالسيوم. مش بالمبالغ فيه اللي بتشوفه على العبوات، بس فيه اللي الكتكوت محتاجه. انا ما نزلتش املاح معدنيه الدوره دي، ما نزلتش مالتي كالسيوم، ما نزلتش الهبد والهبل ده، ولا الحمد لله ما عنديش ولا فرخ واحد مكسح. الدوره اللي فاتت كذلك الامر، نزلت سوا بس املاح معدنيه يومين سوا كانت 6 ساعات تقريبا و8 ساعات، وكان عندي حاله كساح واحده. ليه اروح اجيب منتج برقم عشان الحق فرخه؟ طب ما هي كده كده فرخه لو ضعيفه اصلا وتطلع مضاد بتاع ده املاح هتتعب منك برضه. فالناس ما تتوهمش بالادويه، الناس ما تتوهمش بكلمه مستورد. مش عايزك تسمع كلمه مستورد وتنبهر، وتسمع كلمه مصري وتحبط. يابا يا حبيبي يا ضنايا، الدواء المصري، الميه البيضاء المصريه، ميه النيل فيها فيتامينات واملاح وفيها اللي انت عايزه. انت ما تروحش تجيب منتج عالي وانت عايز اللي في المنتج الضعيف. ليه توهم نفسك؟ رب صح الاول، رب صح. بعد ما تربي صح دور على الدواء. انا بقول لك نجاح الدوره 90% تربي صح، 100% تربي صح مش 90%. رب صح هتاخد من دوره ممتازه. تهويه، حراره، رطوبه، تهويه، حراره، رطوبه، تهويه رقم واحد، نمره واحد. كتكوت نظيف ده يعتبر حجر الاساسي اللي هتبني عليه الدوره. العلف ايمانه اللي الدنيا كلها بتقول لك في اسمه شغال بالايمان. فانت ما توهمش نفسك. السوق سهل، السوق مش صعب، السوق بسيط جدا. فانا مش عشان البروبايوتيك المستورد جودته حلوه هسيب المصري. انا شغال بتاع مستورد، انا مالتي فارما، الماده الخام اللي فيه مستورده من بره، بس منتج جميل جدا. شغال باحماض امينيه 2 سم، منتج مصري اعسل منه ما شفتش منتج مستورد بيدي نفس المفعول بتاعه. الله بقول لك يعني الله اكبر، سابقين الجوده بتاعنا ب3 ايام بمنتج مصري. طب ايه اللي عامل السحر معايا؟ ايه اللي انت شغال بيه يا ابو انس؟ ايه اللي خلاك سبقت الدوره 3 ايام؟ معقول العلف اللي كله سموم فطريه؟ لا. طب مالتي فيتامين بتاع ده الاحماض الامينيه المصري؟ لا. خل الطعام 5%؟ لا. دواء بشري اميولانت وفلاجيل لسه ما نزلتوش اصلا. ده مضاد سموم خالي من الاحماض، ده غسيل كلى منشط كبد مصري. الادويه المصريه ما حلوه ايه؟ ليه هجري ورا الغالي؟ ليه هجري ورا ابو 1000 و2000 واللتر مش عارف ب 3000 ليه احط مضاد حيوي عبيط بكميات عبيطه؟ ليه؟ ليه انت لو بقى اهو السبله بتاعتنا ايه؟ احنا حاليا بندي جرعه كوليستيريديا فلاجيموكس. السبله بتاعتنا اهي، عزنا الله واياكم. انا اسف على المنظر، بس المفروض اثناء المضاد الحيوي بتكون بتكون السبله سايبه
رطبه، فيها علف غير مهضوم. الحمد لله اهو. اهو تمسك السبله كده بايدك اهو ما تقرفش اهو. اهو السبله بتاعتنا اهي ناشفه. تمسك كده السبله بص اهي ناشفه، تقلبها بايدك يمين وشمال كده ايدك ما تتغرقش، ناشفه سبله جافه خالص اهي. هو ده منظر السبله. ده كده انت ممتاز، كده انت ماشي الدوره بتاعتك 100 فل و10. ايوه الدواء المستورد نضيف، ايوه الجوده بتاعته عاليه، ايوه بيجيب 2.5، ايوه الدواء المصري والميه البيضاء بتجيب نفس الانتاجيه دي. طب انا امتى اجيب الدواء المستورد؟ لو عندي حاجه او اللي هي نظيفه. لو عندي حاله يعني مثلا عندي حاله مرضيه عايز اجيب حاجه تركيزها عالي عشان تجيب معايا نتيجه بسرعه، عشان الدوره عمرها قصير. ده الاعشاب يعني مضاد الحيوي، الحاجات المستورده بتكون مستخلصه من الاعشاب. الاعشاب هي لو حطيت الماده الاعشاب في الميه هتديك نفس المفعول بتاع المضاد الحيوي. الفرق ان الاعشاب على ما تشتغل بتقعد من 5 ل 7 ايام على ما الجسم يستفاد بيها. فانت بتبقى محتاج حاجه سريعه المفعول قويه، فممكن تستخدم منتج مش مستورد بقى، منتج تركيزه عالي. في منتجات مصريه احسن من المستورد بمليون مره. بس احنا اي حد بيطلع يتكلم دايما كده بتاع الغريب حلو، بتاع بره حلو. اي حد يطلع يتكلم منتج مستورد احسن من المنتج المصري، المنتج المصري بلا. والله العظيم مصر بتصنع ادويه اقسم يعني ولا امريكا ولا بريطانيا ولا الاتحاد الاوروبي كله يعرف يعملها. الدماغ المصريه هي اللي شغاله بره. يعني لو جيت لقيت دواء متصنع بره ممكن تلاقي المشرف اللي واقف هناك مصري، ممكن تلاقي الدكتور اللي هناك مصري. السعوديه واحد صاحبي راح السعوديه بيقول لي دخلت مستشفى كلها مصريين، ماليش بقى غير دكتور واحد سعودي. بقول لك الصيدليات اللي هناك كلها مصريين. بقول لي قليل قوي لو كنت لسه صيدليه في واحد سعودي. كذلك الامر في العراق، واحد صاحبي شغال هناك في العراق بيقول لي كل ما اروح ناس شغاله في المعمار مصريين. فانت ما تسمعش كلمه مصري وتحبط يابا. انت دوله عظيمه وعندك ناس وعلماء عظماء. انت يعني مش لو اتكلمت في موضوع العلماء المصريين هتلاقي اصلا ان العلم اللي في امريكا ده مسروق منك. مستورد ايه وقرف ايه وزفت ايه. اللي سوى سمعه مصر هو الناس الاغبياء اللي تقول لك منتج مصري وتطلع تعمل لك بتعبير وش كده منتج مستورد. فهو التعبير الوش ده اللي بيخليك تاخد انطباع سواء سلبي سواء ايجابي. يعني لو جيت طلعت مثلا قلت لك ايه، نحن قوم، يعني بالطريقه نحن قوم لا ناكل حتى نجوع وان اكلنا لا نشبع. ده ممكن اقول لك بصيغه كده، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع وان اكلنا لا نشبع. معناه ان انت طفس وما بتشبعش، ولو مهما تاكل مش هيحصل لك حاجه. ممكن بقى تقول لك حديث نبوي تقريبا هو حديث نبوي، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. يعني ما بناكلش الا لما بنجوع وان اكلنا لا نشبع، ما بنملاش بطننا على الاخر يعني. فالصيغه في القاء المعلومه هي اللي بتخليك تاخد انطباع سواء سلبي سواء ايجابي. انا لو طلعت عملت لك ازاي ده هو مستورد، ده جاب معايا نتائج مهوله وخلاص، حتى ولو ده معفن انت شفت الرياكشن وشفت الانفعال بتاعي، خدت انطباع لا ارادي في عقلك كده، في عقلك الباطن خلاص خدت انطباع ايجابي ضد الحاجه المستورده. لما اجي لك بعدها تقول بقى يا عم ده دواء مصري يا عم، وراح يبقى عامل لك رياكشن وش كده بقرف، خلاص خدت انطباع ان الدواء المصري وحش. كلمه والتانيه تقول يا عم ده دواء مصري، والله العظيم ما فيها احلى من الدواء المصري، والله ما فيها احلى من الميه البيضاء. فمش عايزك تنخدع ورا اللي يقول لك. اي حد يقول لك حط 4 سم تقول له نحطهم في طيبه قلبك. اي حد يقول لك حط مضاد حيوي 5 ايام ورا بعض اعمل له بلوك. اي حد تلاقيه البروتوكول بتاعه العلاجي كله ادويه، اوعى تسمع له حلقه ولا اوعى تاخد منه معلومه، هيوديك في داهيه. انت لو مش ضابط رطوبه وحراره وتهويه ومشيت بالبروتوكول ده، اقطع دراعي من عند بقي، اقطع دراعي من اول هنا كده ان طلعت متوسط كيلو 900، ان النفق بتاعك ما زادش عن 15% يعني اقل واجب. ده ناس كتير حصل معاها كده. هو ممكن يكون مربي شاطر ظابط حراره تهويه ورطوبه عشان كده بتعدي معاه بالستر، بس ما بيطلعش الاوزان اللي هو بيقولها. مش اي حد بيقول بيبقى صادق، مش اي حاجه تشوفها بتبقى حقيقه. انا ممكن اجيب لك اعلى فرخه عندي دلوقتي واحط لك على الميزان واقول لك سابق الجوده بتاعها ب5 ايام وانا اصلا سابقه ب3. ما افترض يا عم انا ماشي مع الجدول وعندي فرخه سابقه الجدول ب3 ايام، مش هقول لك المتوسط، فرخه واحده اهو وادي لك رياكشن يديك انطباع ايجابي ضد المنتج بتاعي، هبيع لك وانت مربي فاشل.
على طول انت اللي مش عارف تراعي رعايتك، الرطوبه، الحراره، التهويه، لقيت حد بيتكلم عن الدواء نضيف خلاص هتنسى ان انت مربي فاشل وتمسك في نقطه الدواء. ايوه فعلا ده انا كنت جايب دواء من عند دكتور مش عارف ايه، ايوه فعلا دكاتره بيطريين مش عارف مالهم، لا 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 انا هاخد من فلان محترم. طب ما انت اللي فاشل، انت مش عارف تربي. انا ما باخدش من فلان ولا باخد من الدكتور، وادويتي بجيبها بنفسي، وباخد اقل دواء نص سنتي اللي مكتوب على العبوه. المصري مكتوب سنتي بحط سنتي. واخد اوزان، هو لو اتولد من جديد لو حصل له، لو اتقلب قرد مش عارف يحقق الاوزان دي، وكله على الميزان. سيبك من كلامي، سيبك من اللي انا بقوله دلوقتي. ان شاء الله على الميزان اخر الدوره هجيبك اعرفك ازاي ما يتنصبش عليك اثناء الميزان، هعرفك اساليب، انا هنصب عليك كمشاهد في الميزانه في الفيديو، وهوريك انا نصبت عليك ازاي. يعني هوريك النصاب ممكن يعمل ايه، كذا حيله كده يغشك في الميزان. الميزان لو فيه 150 كيلو يقرا معاك 120، يقرا معاك 100. فهوريك كذا حيله كده التجار بيعملوها عشان تخلي بالك. وهوريك متوسط الوزن، وهوريك دراسه الجدوى الحقيقيه. صرفنا كام علف، صرفنا كام دواء، صرفنا كام ميه، صرفنا كام كهرباء، صرفنا كام كتكوت، بعنا بكام وكسبنا كام. واشوفكم على الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. اخوكم احمد ابو انس. مبدأنا في ظهرك يا مربي، مبدأنا وراك يا نصاب، مبدأنا ميه بيضه، وبجد سكه واحده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلام عارف هو رايح فين، اللي على مقاسه يلبسها.